السلام عليكم. الزول في اللون خاوتنا هم تفرجوا فينا. راح نحكيو على القضية تاع رشيد نكاز واش صرالو اليوم في مستغانم. نبداو مع الاخ خونا المحامي ياسين خليفي. تفضل خويا ياسين خليفي، احكي لنا واش صرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا على بالي بلي الشعب الجزائري ولا فئه من الشعب ولا الناس اللي شاهدوا واش حدث اليوم في مستغانم راهم متحيرين وراهم حابين يعرفوا واش صرا حقيقه. والهدف تاع هذا اللايف هذايا اننا نوضحوا الامور. راح نوضحوا الامور، ما نزيدوا ما نقصوا، نقولوا واش كاين والشعب الجزائري هو اللي يحكم. اولا كان على بالكم رشيد نكاز دار مسبقا اعلن باللي راه رايح ينتقل، يعني حاجه طبيعيه، راح ينتقل لمدينه ولايه مستغانم بمناسبه السنه الثانيه للحراك الوطني المبارك اللي هو ولا عيد وطني. تنقلنا كما كان متفق عليه. تنقلنا الصباح في الطريق. كانوا دي باراج، في دي باراج في الطريق، ويحبسونا وما جوز الى اخره. الحمد لله، يعني واحد ما تعرض لنا ولا والله عاملونا باحترام، جوزوا الى اخره. لحقنا لمدينه مستغانم، وقفنا السيارات، حبط خونا رشيد وبدا يمشي دار اللايف ديالو كيما متعود. بعد بداو يجوا الناس معاه، بداو يجوا الناس فرحانين، يسلموا يعنقوا الى اخره. الامور كانت تمشي. احنا من البدايه علمنا انه راح نمشي مده حوالي نصف ساعه، يعني مده تاع نصف ساعه باش نحييو هذه الذكرى المباركه هذه ونروحوا. بدينا نمشيو، رحنا كيما البلديه. الشعب ما شاء الله تقدروا تشوفوا في الفيديو الى اخره. رشيد كان يتحاور مع الناس، يعطيهم في الخطه تاع الحكومه الانتقاليه. وحنا في الوقت اللي راح يوقف خلاص ما درنا واش كان متفق عليه. الوقت اللي كنا رايحين نغادروا، هنا صارت واش صرا؟ هنا صار الانحراف. هنا بدا الانحراف. هنا انحرفنا، خرجنا على المسار القانوني كليا. كيف ذلك؟ تهجموا قوات الامن، يعني تهجموا قوات الامن على خونا رشيد، اختطفوه. سيتي ان كيدنابينغ. انايا كنت نشوف رشيد نكاز، والله غير واحد في بعض الاحيان كنت نقول هذه ما كاش منها، هذه محاله صار. اليوم انايا كنت تيمون على تجاوزات خطيره في حق المتظاهرين. ما علمونا بلي اخلوا الاماكن، ما وجهوا لنا اعذار كما يستوجبوا القانون، ما كاين حتى حاجه من هذا القبيل. تهجموا على خونا رشيد، اختطفوه. حمزه، هاوليك خونا حمزه تعرض للضرب، كان يحاول انه يحكم رشيد، تعرض للضرب. خونا جمال في يده، وانا اقولها شهاده لله انا اقولها. لكيش جمال طاح في الارض، رحت نجري باش
باش الشرطه عاد يكركروا فيه والله غير واحد. استاذ نشفى قلت المام لواحد الشرطي ما تضربوش على تضرب ما فيه. تضربوش برجلك، كان طاح في الارض هو يضرب فيه برجله، قلت له ما تضربوش برجلك باش حبس. صح. ما نحبوش ندو بزاف تفاصيل. رفدوا رشيد داروه في السياره بالتعنيف رغما عنه، ومن بعد مع حمزه وجمال راحوا مباشره للمستشفى. في الطريق الى بيردو كونسيونس، اغمي عليه في المستشفى. انايا كون ما كنتش معهم التحقت بهم لاحقا حوالي 20 دقيقة. رحت المستشفى، ما نعرفوش المستشفى، لحقنا المستشفى فإذا به طوق أمني. أنا نعاهدكم أمام ربي سبحانه كلمة ما نزيدوها. طوق أمني خارج المستشفى، اللي يجي داخل ممنوع. جينا داخلين حنايا باش نلحقوا نتفقدوا الصحة ديالو، ما خلاوناش بالسيارة. أنا هبط من السيارة، رحت هضرت مع الشرطي، قدمت نفسي، قلت له أنايا محامي الأستاذ خليفي ياسين، وهذا اللي راهو في هذا الموكل ديالي، من حقي نروح نشوف الحالة الصحية ديالو كيفاش راهو. قال لك ممنوع، عندنا تعليمات. وأسفاه دولة القانون ماشي هكذا تبنى. دولة القانون محامي تقدم له البطاقة وتقول له نروح نشوف المريض، يقول لك ما تدخلش، عندنا تعليمات. وما دخلناش، والله ما دخلت. هاني كنت معاكم ما دخلناش كيف. من بعد قعدنا برا نتسناو، ما على بال سبحان الله، ما على بالناش واش بيه واش ما بيش، واش داروا له واش ما داروش، واش كاين واش ما كاش. انا نستناو. قال لك ما تخافش، يقول لك هكذا ما تخافش روح. استاذ عبد القادر شهرة، واش راح ديروا كاجراءات الان يعني قانونيه؟ واش تقدروا ديروا ضد هذا التجاوزات وهذا الاضطهاد اللي عملته رجال الامن مع السيد رشيد نكاز ومع خواتنا حمزه وجمال؟ اولا احنا رجال قانون، الهدف تاعنا دائما نصبوا الى تطبيق القانون. احنا الشيء المتناقض اليوم في الواقع هو انه عدم تطبيق القانون. علاش عدم تطبيق القانون؟ احنا كما قال تفضل الزميل، الوقائع اللي سردها بانه عندما التحقنا بالمستشفى شفنا السيد رشيد نكاز هو مغمي عليه، وضعيته يعني هو مريض كما قال لك، وزيادة على الشيء اللي صرالو، وشرى المرافقة حمزة جابري مع جمال الدين قيش. تعنيف كما يقول لك. بغينا ندخلوا عند الطبيب تاعو نستشيروا. اذا الطبيب نسيبو داخل مكتب الطبيب اكثر من 8 شرطه، حسيت روحك في مركز الشرطه مش عند الطبيب. سبحان الله، لأن البوليس السياسي لحد الدرجة بأنك تمارس الضغط حتى على الطبيب. سألنا الطبيب، قلنا له يا ودي هذو لابوليس علاش راهم داخل في المكتب تاعك؟ علاش؟ يا أخي إنه الطبيب أنت حرة في العمل تاعك، تقدمي الخدمة تاعك وفق ما يميل عليك القانون والضمير. علاش يجي إذا الشرطة ما تقبلوش الوضع؟ هذا الشيء احنا كي طلبنا شهادة طبية على الشيء اللي تعرضوا ليه، على الضرب اللي تعرض ليه، لأنه احنا نتخذوا إجراءات. احنا كاين ضرر صاب هذو الناس، وهو أنه تعرضوا للضرب، واقعة الضرب، إذا به باش نتخذوا إجراءات. هما كانوا يمارسوا الضغط على الطبيب على أساس بأنه ما تعطيناش أي دليل
ولا أي حاجة تثبت بأنه تثبت تجاوزات الشرطة. احنا رغم عن ذلك بالإلحاح اللي هما سلموا أنه السيد رشيد نكاس عطاوله شهادة عجز طبي لمدة 10 أيام. 10 أيام، 10 أيام. هذه 10 أيام عطاوها له موجودين أكثر من 8 شرطة داخل مكتب الطبيب، بالإضافة إلى أنه شهادة طبية لأخ جمال، وكذلك 7 أيام للأخ حمزة. هام قدامك، بس قاعد تشوف. بارك الله فيك. فوالا هذا يثبت بأنه الشيء اللي راهي تقوم به الشرطة من تصرفات خارج القانون احنا نتأسفون، لأنه لا بغينا نبنوا دولة القانون نحترموا حقوق وحرية الناس، الكل يخضع للقانون، لأنه الشرطة كمؤسسة الهدف تاعها حماية الوطن والمواطن، ماشي أنه تقمع الناس. هذو ناس تلموا كما نقولوا حنايا، تلموا باش يرحبوا بالسيد رشيد نكاس، وكان بطريقة سلمية قانونية، يعني بطريقة مقبولة وفقا للقانون. احنا مو الشيء اللي كما نقولوا حنا يفسر التعدي والإجراء اللي داروه. احنا هذا الشيء اللي نقولوه أنه نمشوا لطبيب شرعي يمنح لنا شهادة عجز للسيد رشيد نكاس وللسيد حمزة جابري وللسيد جمال، ربي يشافيهم إن شاء الله. شكوى رسمية ضد رئيس الأمن الولائي لولاية مستغانم، لأنه هو المسؤول أمام القانون. لو كما هو ما يتعدوش الشرطة وما يتخذوش هذا الإجراء. هذا هو الشيء اللي نقولوه وننوروه للشعب الجزائري، لأنه باش تشوف الظلم أمام عينك. هاو الظلم أمامك. أخي احنا مانيش حنا نخرج، الشعب الجزائري يراقب راه يشوف. سبحان الله. هذه هي، هذا الشيء اللي نخبروه ونزيدوا نعلم الرأي العام. وحنا نقولوا السيد رشيد نكاس مازال متعب، مازال كما قلت لك. حكينا على الشعب الجزائري قاعد يستنى، يعني انا نحكي وصرالو والله هضره وما يقدرش يهضر. كيف راهي حالته الان؟ انسان راه مريض متكي وعيان، عيان، يعني ما عندوش خلاص. اخي هذو الناس يا اخي كما قال لك واحد الانسان اللي غلب تعف، على الاقل احترم حقوق الانسان، عنده كرامه، احترموا كرامه الانسان. إذا ما تحترموش الناس احترموا كرامه الانسان. والشعب الجزائري كاع يعرف بلي رشيد نكاز راه مريض بالكونسير تاع البروستات، وعلى بالهم بلي عنده كيس، يعني انسان راه مريض، يعني مريض، هو ديجا راه مريض. ماشي اليوم 22 février c'est une journée symbolique pour l'Algérie. C'est une journée où on a démontré au monde entier le pacifisme, le civisme, la démocratie, le courage du peuple algérien. اليوم المفروض نخرجوا نحتفلوا وكل واحد يروح لدارو بصح باش تنتهي الامور بهذه الطريقه والتعنيف. وفي المستشفى ستادير لو كومبل تروح باش محامي تقول لهم نشوف موكلي اللي راهو في الداخل اللي تعرض للضرب. يا هل ترى، انا نطرح سؤال اليوم، يا هل ترى الشرطه انا مسؤول على واش راني نقول، اللي منعوني باش ندخل نشوف موكلي، يا هل ترى لو كان جاو هما كانوا ضحايا تاع اعتداء جسدي ويجي محامي تاعو باش يفقد صحته وما يخلوش يدخل، هل هذا الشيء راح يعجبه؟ ما يعجب حتى انسان استاذ، اي انسان مظلوم ما يعجبوش الشيء هذا. يا خويا بارك الله فيكم على التصريحات هذه. السلام عليكم خاوتنا،
ربي يعاونكم وربي يعاونا وربي يشفي خويا حمزة وخويا جمال والسي رشيد نكاز، وبارك الله فيكم المحامين على المجهود اللي راك ديروا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله.